طيب بعد ما سمعنا كل الآراء في أزمة جراديشيا لاعب النادي الأهلي، خليني أقول لك إنه النادي الأهلي لم يخطئ تماما وما عليهوش أي حاجة في الموضوع ده. أنا بشجع بيراميدز بس بقول لك كده. طب تعالى نحكي القصة كده. بعد ما جمعنا كل الآراء، النادي الأهلي جاب لاعب من بره، راح لاتحاد الكورة قال لهم البطاقة الدولية وصلت، قالوا له وصلت، قال لهم تمام، أدي الرسوم بتاعتكم وأدي النسبة بتاعت اتحاد الكورة، عايزين الكارنيه بتاع اللاعب. اتحاد الكورة ادى النادي الأهلي كارنيه اللاعب. في اجراءات بتتم على التي ام اس ده اللي هو ترانسفير ماتشنج سيستم، اللي الفيفا عاملاه عشان انتقالات اللاعبين. اتحاد الكوره ما عملش الاجراءات دي وطلع الكارنيه للنادي الاهلي. بيراميدز دخل على التي ام اس، لقى انه اللاعب ساعه الماتش كان لسه على ذمه الفريق المجري، تمام، وتم انتقاله للنادي الاهلي على السيستم الساعه 11 بالليل بعد الماتش ما خلص. فبيراميدز قال لك ماليش فيه، والموضوع راح للفيفا. هل الفيفا هتحكم بخصم النقط ولا هتحكم بعقوبات على اتحاد الكوره بس؟ انا ما اعرفش، بس انا بقول لك النادي الاهلي مش غلطان في حاجه. وفي نفس الوقت بيراميدز ليه حق وبيقول لك انا عايز حقي. اللاعب ده على السيستم يتبع النادي المجري، لكن انت اشركته مع النادي الاهلي ونزل، ده نزل فشخنا الولد ما شاء الله عليه، حاجه اسطوريه يعني. فانا اعتقد ان الموضوع هينتهي بعقوبات على اتحاد الكوره بدون اي عقوبه على النادي الاهلي. دي وجهه نظري اللي انا اعتقد انها هتحصل.